السلام عليكم. أنا الدكتور قاسم الزين، رئيس الهيئة الدراسي في عرسان. أود أن أشكر أهلنا في الخليج وأهلنا في الكويت، ونخص بالشكر الأخ عبد المنعم العجمي الذي أشرف على بناء مجمع خالد بن الوليد جمع له التبرعات. هذا المجمع خاص بأبناء الشهداء وعائلاتهم الذين قدموا حياتهم في سبيل الله، في سبيل الإسلام، في سبيل الوطن. كل الشكر لجميع من تبرع من أجل هؤلاء الأطفال. أنا إحدى زوجات الشهداء اللي ساكنة بمجمع خالد بن الوليد بمدينة عرسان. بتوجه بالشكر جزيل للشيخ عبد المنعم العجمي اللي ساعدنا وكان له الفضل الكبير ببناء المجمع، اللي آوى ما بس بغرف وبسكن. زوجة الشهيد ما بس تقاوت هي لحالها، تقاوت هي وعائلتها، هي واختها، هي ووالدها، هي ووالدتها، كان كلياتهم بهالغرفة اللي ساعد الشيخ ببنائها. ونحن بنتشكره ما بس للبناء، للمدرسة اللي ساعدت تعويض أطفالنا بعد سنتين من حرمانهم الدراسي لتعويض جزء بسيط من اللي انحرموه. بنتشكروا كمان من كام يوم وصلت لعنا الكهرباء والحمد لله بعد 5 أشهر من العتمة. الله ينور قلبه وطريقه وآخرته. وشبكة المي كمان نتمنى تتحسن أكثر من هيك. البير الحمد لله انحفر وموجود، بس بدنا دعم أكبر لتوصيل شبكة المي للغرف. ونحن كتير نتمنى منه ونتمنى من أشخاص تانيين ومن داعمين تانيين يساعدونا أكثر من هيك، لأنه ما بس المجمع، لزوجات الشهداء، لزوجة الشهيد ولأهله للشهيد. وشكرا كثير والله يجزيه الخير عليه وإله لكل مين ساعد بإيوائنا. شكرا كثير. هذا المجمع يعد من أفضل أماكن العيش للاجئين السوريين، وخاصة تكريمة الشهداء الذين قدموا دماءهم في سبيل الله وفي سبيل سوريا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. تم بناء 116 غرفة كلهم لذوي الشهداء. الآن يعيش في هذا المجمع حوالي 200 عائلة كلهم من ذوي الشهداء. الآباء والأبناء والزوجات كلهم يعيشون في هذا المجمع. أولادهم يتعلمون في المدرسة التابعة لهذا المجمع. تم بناؤها بمساعدة حملة البنيان والشيخ عبد المنعم العجمي مناصفة. فيها أكثر من 600 تلميذ كلهم يتعلمون بالمجان. يتبع لهذا المجمع أيضا بئر مياه ومولد كهرباء لتغذية كافة المجمع بالكهرباء، وفيها أيضا صرف صحي. شكرا جميعا لكل من تبرع.